السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصحابي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أنا قاعدة بالليل كده كان نفسي أكل حاجة مسكرة أوي، قعدت أدور ما لقيتش عندي حاجة غير ربع كوباية لبن. طبعا انتوا عارفين جوع بالليل ده بيبقى صعب بصراحة، يعني ما بنقدرش نسيطر عليه. قعدت أفكر هعمل إيه بربع كوباية لبن دي، هتعمل لي إيه. جاي في بالي إن أنا أعمل بولة كده كب كيك بالشوكولاتة. جبت هنا عندي بولة وحطيت فيها 3 معالق دقيق، وهحط معلقة كاكاو خام اللي هو الكاكاو الخام الغير محلى. تمام. وهحط عندي ربع معلقة صغيرة نسكافيه. طبعا النسكافيه بقى دي اللي هيطعمها لي بقى، هيودالي في مكان تاني خالص. هحط بس ربع معلقة صغيرة لان طبعا هو خام فهيبقى تقيل شوية. تمام. هجيب بقى طبعا عندي بيكنج باودر. هحط ربع كوباية، اه لا انا حطيت السكر الاول، معلقتين سكر. هحط معلقتين سكر، وبعد كده هحط بقى طبعا ايه ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة خالص بيكنج باودر. وهحط رشة ملح. طبعا رشة الملح اللي انا هحطها ديتي بتظبط لي طعم الكيكة. حاجة سريعة وخفيفة وما اخدتش حاجة، يعني 10 دقايق في التسوية بتاعتها، وما خدتش ما خدتش 3 دقايق في عمايلها عامة، يعني مش هتاخد منك حاجة. عندي هنا معلقة زيت، معلقة واحدة بس. شوفوا بقى الربع كوباية لبن هتعمل لي حاجات كتير. عملت منها الكيكة، هعمل منها شوكولاتة، صوص الشوكولاتة. هنا بقى هي تحتاج مني 5 معالق لبن. طبعا بقى على حسب ما تظبطوا القوام بتاع الكيكة، لان دقيقة عن دقيقة بيختلف بصراحة. انا كده حطيت 3 تقريبا، هاجي ابص هلاقيها تحتاج تاني، هلاقيها تقيلة معايا. الدقيقة عن دقيقة بيختلف، لان كل مرة ما اجي اعملها اجي ابص الاقيها بتحتاج مني لبن زيادة. هي هنا هتحتاج مني احط كمان معلقتين لبن عشان اظبط قوام الكيكة. عمايلها سهلة وجميلة وما بتحتاجش بيض على فكرة، يعني انا عملتها قبل كده، انا عملتها لكم قبل كده بس كنت عاملة كمية. فدي بقى قلت اما اعمل واحدة كده، لان طبعا كلنا بنجوع بالليل وبنقعد ندور على حاجة ناكلها. فانا ما لقيتش غير دي اللي جت في بالي ان انا اعملها. كده جاهزة معانا بقى، هدخلها في الاير فاير. انتوا تقدروا تدخلوها في الفرن او في الميكرويف اي حاجة، مش هتاخد حاجة عامة يعني. يعني هنا بظبط الحرارة بتاعة الاير فاير وبظبط التايمر. هحطها بقى، مش هتاخد حاجة، يعني تقريبا ظبطتها باين على 5 دقايق. قعدت ادور برضو لقيت قطعة شوكولاتة، هجيبها اسيحها. احطها بقى في بولة واحط عليها لبن برضو. متخيلين بقى ربع كوباية اللبن هتعمل له كل ده، وماهيش ربع كوباية كبيرة، لا ربع كوباية لبن صغيرة. هحط عليها حوالي 3 معالق لبن. هحط عليها بقى ايه، هحطها ادخلها الميكروويف.
وهضيف لها على فكرة، انا ضفت لها حتة زبدة صغيرة خالص، يعني طرف المعلقة كده زبدة. كده بقى الكيكة بتاعتنا جاهزة اهيتي. انا بخرمها بالخلة علشان هسقيها ببقية اللبن اللي معايا. دول حبة اللبن اللي كانوا لسه فاضلين معايا اهمتي. سقيت الكب كيك بتاعي، وعندي صوص الشوكولاتة جاهز اهوتي بقى. شايفين الجمال؟ الكيكاية جميلة ومليانة صوص شوكولاتة وطعمها حلو، وما خدتش حاجة، سريعة وخفيفة وبسرعة، ما خدتش حاجة مني. جربوها هتعجبكم. انا عاملاها قبل كده في فيديو كامل برضو، بس كنت عاملة كمية. هنا بقى هندوقها بقى مع بعض. طبعا هي هنا بقى اتشربت الصوص بقى، نزل تحت لان انا كنت مخرماها بالخلة، عامله لها فتحات صغيرة. شايفين؟ شايفين الجمال؟ وطعمها جميل، ورشة النسكافيه فيها جميلة جميلة جميلة، ومودياه في مكان تاني خالص. وعلى فكرة رشة الملح بتظبط اي كيك، بتظبط طعم اي كيك. جربوها هتعجبكم، وسهلة وبسيطة ومفيش فيها اي حاجة. ما تنسونيش بقى في اللايك، واللي لسه اول مرة يشوفني سبسكرايب، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد.